أول ما نبدأ بحل مشكلة سبب انخفاض أرباحك، الأرباح الحادة من هذه الثلاث أشهر اللي فات، أسبابها شو وحلها. يعني كيف نحل هذه المشكلة، وكيف بدنا نشوف الأسباب هذه التغيرات عن انخفاض الأرباح بشدة. أول ما ندخل على إحصائيات القناة، ندخل على الجمهور. دخلنا على الجمهور، لا تتوفر بيانات بعض حاليا، وبالتالي قد تكون هذا ما عندنا مشكلة، ولكن احنا عندنا الفيديو اللي بدنا نحكي فيه. السبب الأول هو هذه المواليد من 13 إلى 17 المواليد. هذا من هذه المواليد إذا دخل على فيديوهاتك والفيديوهات اشتغل فيها الإعلانات منه هذين المواليد من 13 إلى 17 دخل على قناتك، يوتيوب ما يحسب لك ولا أعلان منها، لأن يعرف إنه هذا مواليد منه فقط، يعني دخوله غير منفوع فيه يعني. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني، خلينا نروح على التفاعل. لحظة، مستوى أنا تقريبا علق معايا الشغلة هذه، شايفين 4.0%. هذا إذا كان 2.0 أو تحت، بأنه بعرف بأنه هذا فيديوهاتك الصورة المصغرة فيها ما ينفع بشيء، أحد ما يدخل على قناتك نادرا جدا. هذا السبب خفض المشاهدات والأرباح كمان. يعني لازم إذا هذا فوق 2.5 كويس وفوق، يعني من 3 7 ل 8 ل 9 ل 10، هذا بأنه صورة مصغرة تبع قناتك كويس. هذا أحد أسباب الآخر. خلينا ندخل على جوجل ادسنس. هذا كلكم عندكم هي قناتكم مفعلة. ندخل هون تحت، خلينا نشوف بس يفتح لنا. هذا هو. أول ما ندخل على 3 أشهر اللي فات، شوف 27. أنا عملت تغيرات بهذه الادسنس من هذه عناصر التحكم في الحظر. سايب لكم رابط الفيديو بالصندوق تحت. ادخلوا على هذا الرابط الفيديو وعملوها خطوة بخطوة حتى ترفع نسبة أرباحكم. آخر 28 كمان نشوفها، كمان منخفض. شايفين؟ أنا عملت التعديل السبعة أيام. أنا عملت التعديل. خلينا نشوف الفرق بين المقارنة. خلي الأعداد لألف ظهور. شوف يعني من 27 ل 34. ماشي. في كثير منكم بدل هذا مكتوب هون فقط 34 ما موجود، أو 20 ما موجود. 6 3 7 أكثر شيء 11 حاليا قنواتكم، يعني كثير من القنوات هذا اللي موجود فيها. مثلا أنا عملت التعديل من العناصر التحكم. الفيديو سايب لكم الرابط الفيديو تحت، اعملوها خطوة بخطوة حتى يكون أرباحكم عالية. شوف أنا 0.20 سنت، يعني فاصلة 20 سنت لعائدات. هذا يعني انت شوف قناتك، يمكن انت عندك 2 هون بس، او 3 او 6 او 11 عندك، لان انت بهذه الظروف الكورونا وظروف مثلا الكورونا تأثر على كثير من السوق العالمي، من الإعلانات سحبوا إعلاناتهم كثير كثير، ولكن الإعلانات بدأ بأنه ما ينفع بشيء. أنت حاول بأنه تعمل حظر لبعض المواقع من هون. أنا سايب لكم هذا المرة الأخيرة أقول لكم، سايب لكم الفيديو، رابط الفيديو تحت. اعملوه خطوة بخطوة، لأن حتى ترفع النسبة من 6 إلى 7 أضعاف أرباحك. هذا انه بانه انت تشوف ارباحك يتغير خلال 72 ساعة. تشوف ارباحك يتغير.
بس انت اهم شيء بانه تتفرج على الفيديو التحت، الرابط الفيديو التحت، حتى بانه تستفاد كيف تعمل الخطوات حتى ترفع الارباح عندك. يعني انا عامل هذا، خلينا ندخل على امس مقارنة باليوم، يعني شوف الفرق بعد التعديل. هذا كان هو 6 7. شوف الفرق خلال 7 أيام، يعني خلال يومين 3 4. أنا عامل له قبل، يعني بس عملت لكم فيديو قبل يومين، يوم يومين، حتى إنه أنتم تعملون كمان حتى ترفع نسبة العائدات، الظهور والشغلات آخرة، بأنه حتى تنتفعوا منها. إنه إحنا فتحنا القنوات حتى نستفاد منه شيء. إذا نشوف الإعلانات تافهة لازم نعمل تغييرات لإعلاناتنا حتى يكون نستفاد من الإعلانات بشكل جيد. ولكن إذا أنت شفت هون 6 7 سنت 11 سنت 10 سنت مثلا، هون يعني ما شفت بأنه 20 30 34 مثلا. أنا بعد ما عملت يعني مشوف 28 يوم القبل، أنا قبل ما أعمل التغيير، شوف هذا 25 سنة من 28 يوم، يعني بعد ما عملنا التغير صار بأنه ضعف 3 4 مرات، ضعف بأنه الشغلة عندي. هذا كان قبل قبل هذا كان 3 سنت هون، 6 سنت هون، يعني 6 3 2 1، شبه صفر تقريبا. ولكن عملت التعديل هون، الرابط الفيديو تحت، انت اعمل الخطوات مثل ما انا عملتها، بانه تستفاد كثير. من 3 سنت توصل ل 20 30 يمكن 50 حتى. إيه والله. اسيب لكم الرابط فوق الفيديو هون ان شاء الله، الشريط الابيض كمان ان شاء الله تشوفوها وتعملوا الخطوات مثل انا ما عملتها. من هذه عناصر التحكم في الحظر، لأن عملت هذه الخطوات كلها، هذه الخطوات كلها أنا كملته وتغير عندي الأرباح، والحمد لله تعالى. يعني أبحث وأحاول بأن أجد لكم فيديو، يعني أشياء أخرى أكثر وأكثر تنتفعون به. ولكن أحذر شيء، احذر من نقطة آخر أنا نسيت، يمكن النقرات غير شرعية. لا تخلي التليفونات بالبيت، لا تعمل أي مشاهدة لإلك. هاي نقطة. لا تفتح قناتك بأي طريقة، لا من موبايل لا من كمبيوتر، ولا تفتح من في آخر، منه تليفونك تليفون البيت، أو أنت عندك 2 جوالات 3 جوالات، أنت تفتح القنوات بأنه تفتح قناتك وتعمل لك مشاهدات، وتعمل لك مثلا نقرات على الإعلانات. هذا يسمونها نقرات غير شرعية. إذا تستمر على هذا النقرات غير الشرعية يمكن يودي قناتك مثلا غلق الربح من قناتك، أو غلق القناة حتى، بأنه هذا النقرات غير شرعية يضر قناتك كثير وكثير. بأنه حتى إذا طلبت من أحد يساعدك بأنه تشوف لك الإعلانات، هذا كمان يضر بقناتك كثير. بأنه إذا التليفون واحد شاف من كل يوم شاف لك 20 إعلان، بأنه هذا اليوتيوب يعرف بأنه هذا اتفاق ليه من تليفون واحد، من اي بي واحد، من سيرفرز واحد، كل يوم يطلع له 10 اعلانات، يعمل 10 اعلانات، يعمل 20 نقرات مثلا. هذا تليفون فقط لهذا الشخص، ليه ما عمل لاشخاص اخر، لقنوات اخر مثلا؟ هذا كمان يشك بهذا الشيء وما يحسب لك، وكمان يكون نقص، يخصم من ارباحك. اذا تدخل ثانية ثانيتين لقناتك، بانه قناتك هذا يخصم لك الارباح اليوتيوب اذا قناتك مفعلة. حاول بانه لا تدخل على قناتك ولا تعمل مشاهدات لك ابد. اذا انت تخاف كل يوم تطلع على قناتك وتشوف انه قناتي اعلانات غير شغاله ام ما شغاله، اذا اعلانات وقف من قناتك لا سمح الله، ادسنس يبعث لك رساله يقول لك احنا وقفنا اعلانات بقناتك. انت لا تدخل على قناتك ابد. حاول انه تستمر تنزل فيديوهات وصوره مصغره وكلمات دلاليه كويسه، وإن شاء الله تكون الخير. وإن شاء الله لا تنسونا باللايك والاشتراك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.